السلام عليكم ورحمة الله. اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نفسك في الطحينة، بس الطحينة بيبقى فيها تبقى سعراتها الحرارية عالية. يبقى تعالي نعمل مع بعض الطحينة الحصرية دي. الطحينة دي بتمشي مع الكفتة، بتمشي مع المشويات، بتمشي مع حاجات كتيرة وهيحبها الأطفال، وهتلاقي نفسك بعد كده بطلتي تعملي الطحينة العادية وبقيتي تعملي دي على طول. كمان ممكن تتقدم مع البتنجان المقلي طبعا بأقل كمية زيت، زي ما شفنا على القناة ازاي بقليه بأقل كمية زيت. هتلاقي الأطفال كمان بيحبوا الطحينة ديت زي ما مكتوب عندك المقادير. استمتعي الصبح بكوباية الحلبة، وهاتي الحب بعد ما راحت منه المرارة لآخر النهار عشان نعمل بيه الطحينة ديت. من سهولتها وجمالها هتعمليها كل يوم إن شاء الله في رمضان، لأنها سهلة. بتروحي على الكبة وتضربي كل حاجة زي ما مكتوب عندك: معلقتين حلبة كبار، وعلبة زبادي، ونص ليمونة، وملح وكمون وليمون وخل وتوم، ومعلقة كبيرة دقيق أسمر. وهزوق بقى الطبق بمعلقة زيت زيتون بشوية خضرة، لأن أصلا الطحينة دي كانت قليلة السعرات، فاحنا ممكن نزود لها بقى معلقة زيت زيتون وما يهمنيش. ممكن استغنى عن الدقيق الأسمر في الوصفة وبس، هتبقى قوامها أخف شوية.